بما إننا بدأنا نلتزم شوية فأنا قلت أجيب لكم حلقة خفيفة نوعا ما، على الأقل تفصل شوية من جو الرعب والقتل والعفاريت والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. وقصتنا النهاردة لو في دكاترة بيشوفوها ياريت يكتبوا لينا في الكومنتات رأيهم. فمن غير كلام كتير، جاهزين؟ على بركة الله، فلنبدأ. قصتنا بتبدأ عند واحدة ست اسمها سوزان بوتر، ودي تبقى هي بطلة القصة بتاعتنا النهاردة. طب مين سوزان دي؟ هقول لك يا صديقي. هي اتولدت في ألمانيا سنة 1927 وعاشت مع جدها وجدتها، بس اللي يحصل إن لسبب أو لآخر جدها وجدتها يسيبوها تعيش لوحدها في سن صغير جدا، وفضلت سوزان عايشة لوحدها لحد ما اتجوزت من واحد محاسب اسمه هاري بوتر، وخلفت منه طفلين كمان. وشايفك يا اللي بتتريق على الاسم، بس للأسف الحياة مش دايما وردي، لأن سوزان استأصلت ثديها علشان تتعالج من السرطان ده، غير كام عملية جراحية تانية، ويمكن بسبب كده هي فضلت تتحرك على كرسي متحرك في أواخر حياتها. طيب، أنا ليه ذكرت الست دي بالتحديد أو بتكلم عن الست دي؟ هقولك بكل بساطة يا صديقي، لأنها من أوائل الناس اللي اتبرعت بجثتها علشان تتقطع. ما تستغربش يا صديقي، اللي انت سمعته صح، بس ليه سوزان اتبرعت بجثتها بعد ما تموت علشان تتقطع؟ عارفين الرسومات ال 3D اللي انت بتشوفها من كل زاوية دي؟ اهو ده بالظبط اللي كان هيحصل مع سوزان او مع جثتها، وهحاول اوصل لك المعلومة بشكل ابسط من كده. سوزان كانت عاوزة جثتها تتقطع علشان كان في تقنية موجودة، وهي انك ممكن تقطع الجثة لأكتر من 25 ألف قطعة، وتاخد القطعة دي وتتصور صور مقطعية حقيقية بس على هيئة 3D، يعني من كل زاوية تتصور، والصور بتدخل على الكمبيوتر وبتفضل العملية دي شغالة لحد ما الجسم كله يتصور. بالشكل ده بيتكون على الكمبيوتر مجسم أو صورة 3D لجسم الإنسان بالكامل، ويقدر أي حد إنه يتعلم من المجسم ده ويلعب فيه كمان. اللي خلى سوزان مميزة في الموضوع ده هو إن أي جثة بتتعرض للعملية دي محدش يعرف دي جثة مين ولا شغالة فين ولا أي معلومات عن صاحب الجثة. بس اللي حصل مع سوزان كان العكس، لأنها هي اللي قالت في التلفزيون إنها هتتبرع بجثتها للمشروع ده، ده غير إنها كانت أول ست تتبرع بجثتها للمشروع ده كمان، وكانت بتطلب إنها تتبرع بجثتها لجامعة كولورادو، وإنها عاوزة تتقطع ل27 ألف قطعة. وكانت بتسجل فيديوهات تتكلم فيها عن طبيعة حياتها، وكانت بتقول اللي بيزعلها واللي بيفرحها. هي كانت بتعمل الفيديوهات دي علشان الطلاب يقدروا يفهموا بشكل أكبر، ده غير إنها كانت بتحب طلاب الطب في جامعة كولورادو، وكانت قريبة منهم جدا، وكانت بتحضر حفلات تخرجهم بنفسها. طيب، هو ما كانش فيه أي حد متبرع غيرها للمشروع ده؟ هقولك يا صديقي، أكيد كان في ناس، بس ما كانوش ناس عاديين، أو بمعنى أصح ما كانوش متبرعين، لأن في جثة من الجثث دي كانت بتاعت واحد مسجون اسمه جوزيف، وكان ميت بحكم إعدام عن طريق الحقنة المميتة. برضه كان في جثة واحدة ست عندها 59 سنة كانت ماتت بسبب مرض في القلب. كانت الجثث دي مش بتاعت متبرعين، يعني أصحابها ما قالوش إن هم هيتبرعوا بجثتهم لمشروع تقطيع. عرفت ليه الحلقة كلها بتتكلم عن سوزان؟ سوزان كانت عارفة كل حاجة هتحصل في جثتها بالحرف، حتى أدق التفاصيل كانت عارفاها، لدرجة إنها زارت المكان اللي جثتها هتتحفظ فيه والتلاجة اللي جثتها هتتجمد فيها، وشافت الآلات اللي هي هتتقطع بيها، وعرفت نوع الكحول اللي هيتحط عليها كمان. بس زي ما أنا دايما بقول، الحياة مش دايما وردي. كان فيه مشكلة صغيرة بين المشروع وبين سوزان. للأسف يا صديقي، المشكلة دي كانت هي إن اللي جثته تتشرح أو تتقدم للمشروع ده لازم تبقى سليمة، يعني ما خضعتش لأي عمليات جراحية قبل كده، ده علشان الطلاب يقدروا إنهم يشوفوا الجسم على حالته الطبيعية. بس سوزان يا صديقي كانت عملت كذا عملية جراحية، زي عملية في العمود الفقري وتركيب ورك صناعي، ده غير القراحات ومرض السكري والكلام ده كله. بس بعد تفكير طويل من الدكتور اللي هيشرح جثتها، اللي بالمناسبة هو برضه كان دكتورها الخاص وكان قريب منها جدا كمان، قال لها
إن الأمراض اللي عندها والعمليات دي مش هتعمل مشكلة كبيرة في المشروع، ونصحها إنها تسجل الفيديوهات اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول. وتتوفى سوزان سنة 2015 وتنضم جثتها للمشروع وتبدأ إجراءات التشريح أو التشريح الرقمي بعد سنتين بس من وفاتها، يعني سنة 2017. وتتقطع أنسجة جسمها لشرايح رقيقة جدا لدرجة إن سمك الشريحة الواحدة وصل ل60 مايكرو. وفضلت عملية التشريح دي مستمرة لمدة 60 يوم قدام طلاب كلية الطب. وبس كده يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو انت على يوتيوب، ولو انت على الفيسبوك ما تنساش اللايك والشير، وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وتكلمني عليه في اي وقت لو حابب نقول اي قصة جديدة او عندك اي ملاحظات على الفيديوهات. وبس كده، كان معاكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.